حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين زمان كان في بسكوت كده بجوز الهند ومرسوم على الورقه من بره جوز الهند كده، ويبقى محطوط عليه سكر. عارفينه ده؟ انا عايزه اعمله، بس انا طبعا مش هعمله مربع. انا ما عنديش الحته اللي بتعمل مربع بيها دي، لا انا هعمله. معلش على صوت الاولاد. فانا مش هعمله بقى مربع، هنعمله بقى بشكل جديد وهنعمله بطريقه جديده وحاجه. بصوا، حط على ايدك كده 10 دقايق وتعالى اقولك هنعمله ازاي، وهيعجبك جدا وهتدمني الطريقه دي وما عدتش هتعملي غيره. شوفوا بقى، انا ما عنديش سمنه، هل هسكت؟ لا، هعمله بزيت اهو. 3/4 كوبايه زيت عليها، طبعا انتوا عارفيني انا بطلع بالمطحنه. 3/4 كوبايه سكر بودره، علشان ما نضربش بالمضرب. ماشي، هنروح عاملينها كده اهو لغايه لما السكر يعني يدوب، فاهميني؟ يعني ما يبقاش فيه موجود خالص. يا جماعه كده ده هنحط عليه بيضه واحده، بيضه كده. هنحط عليه شويه فانيليا اهو، ونبتدي بقى نقلب لغايه لما كله يدوب وتبقى يعني تحاول ان هي يعني كله داير، فاهميني؟ ايام زمان وريحه زمان. احنا كنا زمان لما حد يكون عنده مشكله كنا نقف جنبه ونحاول نساعده، سواء احنا عارفينه او مش عارفينه. وكانت القلب ده ابيض ونضيف وصافي، مفيش فيه اي كره، وبنساعد بعض لوجه الله، لا بنطلب حاجه قصاد حاجه ولا بنستنى حاجه من حد. وكان اللي يقول لنا لا خدوا حقها نقول له لا والله ما تحصل، وكانه بيشتمنا. احنا دلوقتي ما قلناش كده ليه كنا بقينا دايما وحوش، عايزين ناخد من اللي قدامنا ده باي طريقه، عايزين ناخد عينيه. ليه كده؟ ليه؟ واحنا بنقول الدنيا بتغلى ليه؟ بنقول الدنيا بقت فيها كره ليه؟ لازم القلب هنا يبقى نضيف، ما يبقاش فيه حاجة لحد، وتخدم بما يرضي الله، وتحاول وتبقى فرحان ان انت وصلت للخدمة دي للي انت بتخدمه، تبقى فرحان. كنا زمان كده. انا يوم ما عملت فيديو بتاع اللي هو كان بوتوفور وكده، واتكلمت على ان فون جوزي ضاع وكلام من ده كتير، ما شاء الله ما شاء الله، ما اقولكوش على كمية الخدمة اللي هما كانوا عايزين يعملوها لي. اللي هيجيبولي مش عارفة من الكويت، طبعا انا مش هاخد حاجة من حد، انا حتى بقول لهم اللي هيجيب لي حاجة هياخد حقها. فالمهم كاني وماني وما تشيليش هم، ده نخدمك بقى ناس معرفهاش كل الحكاية ده. عملت بقى كمية حظر من كمية قلة الادب. طبعا انتوا عارفين ان انا حاطه تحت الفيديو هنا الواتس، فبيدخلوا لي من الواتس على المكالمات بقى، الواتس الكلام ده كله. ليه يا جماعه بقينا كده؟ ليه؟ عايزين تخدموا خدموا، ما انتوش عايزين مش مهم. انما ما تروحوش تستغلوا الناس بطريقه مش حلوه عشان دي مثلا اجيب لها عشان مش عارفه تكلمني. عيب كده، عيب كده. ما عندكش اخوات بنات؟ ما عندكش دين؟ ما بتصليش؟ ده احنا بقينا في غابة. ده يا جماعة، لا يا جماعة، لازم وبالذات الشبان لازم يشاوروا عقلهم. وحياة ربنا ما حد بياخد حاجة وهو ماشي، ما دايم الا وجه الله. ده هي كلمة، الكلمة بتتعلق من بقك كده هتموت عليها. بقول لكم انا مامتي والله العظيم دخلت تتوضى ما خرجتش، كانت
قاعدة وكل حاجة. ليه يا جماعة احنا بقينا وحشين كده؟ ليه بقينا بنستغل البنات؟ ليه؟ ترضاها لاختك، ترضاها لمامتك، ترضاها لمراتك، لأي حد، ترضاها لبنتك في يوم من الأيام. أنا مش هقول حاجة، أو بصوا في الأول والآخر هي داين تدان، ودي قاعدة أنا واخداها يعني في نفسي طول العمر. هتعمل خير هيقعد لك، هتعمل شر هيقعد لك، هتقول كلمة قعدلك هتلف وهترجع لك. بس انا حبيت بس احكي معاكم في الموضوع ده، لان بجد انا بقيت بشوف حاجات وحشة اوي. يعني من يوم ما فتحت قناة الناس طبعا بقت بتشوف، بس الناس انا ما كنتش اعرف ان هي بقت وحشة كده. انا كنت مفكراها من ايام امي زي ما احنا معلناش كده، معلناش كده. ربنا يهديهم لنفسهم، والحقوا نفسكم قبل فوات الاوان. اهو يا جماعه انا كده اهوت كده خلاص تمام اهو كده تمام. عندنا بقى ايه؟ معلقتين اهو نشا اهو، معلقتين نشا هيديله القرمشه اللي هي كنا عارفينها التكه دي اهو. معلقتين نشا. استنوا بقى هلف الكاميرا علشان نشوف ايه احنا هنعمل ايه. خليكم معايا وهتروحوا في اي حته. يا جماعه النشا اهو، هنبتدي بقى نحط ايه؟ ده جوز هند اهو، هنحط منه ايه؟ معلقتين بس، لان احنا عايزين الباقي هقول لكم احنا هنعمل فيه ايه دلوقتي. معلقتين بس اهو، ونبتدي بقى نقلب ايه كويس قوي كده اهو. بيكنج باودر ديت معلقه صغيره. هنبتدي بقى ننخل الدقيق كده اهو، ونعجن بقى بايدينا. شوفوا يا جماعه ده جوز الهند اهو، الباقي انا هحط عليه معلقه سكر كده، وابتدي ايه اقلبه كويس قوي اهو. شوفوا يا جماعه ايه عملتها اهو، قعدت اعمل بالدقيق لغايه لما ايه اتعملت معايا، لازم تبقى لينه كده. هنحط بقى ايه في الجوز كده الايه جوز والسكر، وبعدين تعالى كده ايضا هنحط كده ايه في الصينيه اهو. هنعمل بقى ايه؟ عارفين البتاع اللي هي بتاعه المدقه دي؟ هنروح عاملين فيها كده شكل كده، ما عندكيش قاعدة كوبايه اي حاجه اهو، هو بالمنظر ده يا جماعه. انا خلصته اهو، شوفوا الجمال، طلع صينيه وصينيه صغيره. ده بنتي بقى كانت بتعمل فراحت عامله على الناحيه التانية بتاعه المدقه، هي حرة بقى. شوفوا انتوا ممكن تعملوا اي اشكال، مصفى، قعدة كوباية، اي شكل براحتكم. لو ما عندكوش المدق هندخله بقى الفرن، ولما يطلع هوريلكوا بقى هيبقى طعمه ايه. شوفوا بقى يا جماعة بعد ما طلع، والله نفس الطعم بتاع زمان الحلو ده اهو، اللي كان عليه سكر، عارفينه؟ حلو قوي. فبقى ده انا عاملاه في الفرن بس، انما ده رحت فاتحه عليه الشوايه. انت عايزه تعمليه كده باللون ده اعمليه، عايزه تسيبيه في الفرن كده براحتك. بس والله طعمه خطير. فكرني بايام زمان الحلوه. نجيب الباكو قد كده اهو، كان تقريبا بجنيه او باقل، كان بيبقى طعمه فظيع. عملناه في البيت اهو، متخليش نفسك في حاجه ابدا. اعمليه والله طعمه جميل قوي، بامانه بامانه طعمه حلو جدا، وهتعمليه كتير. وعلى فكره اقتصادي، بيضه واحده بحبه زيت اللي عندك اعملي بيه. وعلى فكره يعني حلو قوي قوي بجد، وحاجه جديده، والاولاد هيحبوها يقعدوا يقولوا لك اعمليه، وسهل يعني سريع. يعني والله العظيم اخد 10 دقايق في ايدي. جربيه بقى وقولي لي ايه رايك، وما تنسينيش بقى في لايك وكلمه حلوه منك، واشوفكم على خير. باي باي.